ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعلكم فيديو جديد، والنهارده هنعمل دستة جاتوه. بس دستة الجاتوه اللي احنا هنعملها يكون بحجم مختلف وبسعر كمان مختلف. انا كنت طبعا في شوية خامات كده ناقصني، فبعت جبتهم. ما روحتش انا طبعا، بعت جبتهم من المحل اللي انا بجيب منه الشغل بتاعي. طبعا اللي حابب ان هو يعرف، انا بجيب الخامات بتاعتي منين؟ بجيبها من شربين، من عند فور كيك. سواء بقى طبعا الاسبونج، سواء الكريمة، سواء الجيلوهات، سواء الشوكولاتات، الكريسبيات، كل حاجة حتى القطاعات. أي حاجة بتبقى ناقصاني بجيبها من المحل ده. فكل حاجة بتبقى موجودة عنده كمان شحن. لو حابين طبعا تعرفوا الأرقام بتاعته، ممكن أبقى أسيبها لكوا على المنتدى. غير طبعا المحل اللي أنا بجيب منه القواعد، غير هما محلين: محل أنا بجيب منه القواعد والكراتين ال بتاع الطواجن اللي أنا باجيب باعمل منها عروض وكده، والمحل فور كيك اللي أنا باجيب منه الشغل بتاعي. تمام كده. عشان طبعا بيسألوني، ما كنت بس بوريكم الأسعار أول فيديو. بعرفكم إن أنا بجيب الكريمة بكام. يعني كان ربع الكريمة ب75 جنيه، يعني الكيلو 300 جنيه. الأسعار عندنا غير الأسعار عندك. حتى أنا لما بقول مثلا على تورتاية سعرها كذا، حد يدخل في الكومنتات يقول لي سعر التورتاية قليل جدا. أنا بحكم إن أنا بجيب الخامات بتاعتي بالسعر، بالأسعار اللي عندنا غير الأسعار اللي عندك. يعني في ناس كتير بيكتبوا لي في الكومنتات احنا عندنا الخامات غالية جدا، غالية جدا، خلاص غلي على الزبون وحتى المنطقة اللي عندك تغلي براحتك. أنا لو جايبة الخامات غالية أنا هغلي، لكن أنا جايبة الخامات يعني وحاسبة حسبتي وعارفة إن أنا هيطلع لي في التورتاية وبتستوي الجاتوه، فخلاص تمام، ربنا رزقني، ربنا رضاني، مبسوطة بالرزق اللي ربنا بعتهولي، تمام، مفيش مشكلة. فأنا أما باقول لكم مثلًا أنا عاملة دستة جاتوه بكذا أو التورتاية بكذا، أنا باقول لكم بحكم سعر الخامات عندي، خلاص. فبالتالي مفيش حد هيرضى على نفسه إن هو يقف يتعب، يقف طول النهار يشتغل، يسيب بيته وولاده وكلام من ده، وتيجي تبصي تلاقي ما يطلعلوش حاجة آخر اليوم. تمام. عشان بس تبقوا واخدين عارفين الفكرة، إن أنا ما باشتغلش وخلاص إن أنا عشان أصور. أنا عايزة أقول لكم إن أنا ساعات باشتغل كتير جدًا، جدًا، وما باصورش، ما بيبقاش عندي أصلًا وقت إن أنا أصور. خلاص، ما بيبقاش عندي إن أنا وقت إن أنا أمنتج ولا أسجل حتى. فهي الفكرة في كده، إن أنا مش هاتعب على الفاضي، خلاص. عشان بس الكومنتات اللي بتجيني يعني. أول حاجة كده يا بنات، أنا عندي صاجين: صاج 30 في 50، وعندي صاج 35 في 55. يعني بين ده وبين ده في العرض والطول 5 سنتي. بيفرق معاكي في قطعة الجاتوه، بيفرق معاكي في قطعة الجاتوه 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا. خلاص. صاج 30 في 50، أنا طبعا بستخدم له 5 بيضات. أما أنا جبت صاج تاني 35 في 55، ده باخد له 6 بيضات معاهم 600 جرام من السبونج. أنا باستخدم طبعًا سبونج دريم، معاهم نُص كوباية من المَيّة والفانيليا، معلقة محسن جل. باضرب ده كلّه في العجان. مفيش عندي عجان، اضربي مضرب كهربائي يكون القوة بتاعته تكون عالية. حتى لو مش عالية اضربي، يعني بُصّوا، هو ممكن تقعدي من 10 دقايق لربع ساعة لغاية ما يطلع معاكِ القوام كويس. تمام كده. آمم، وتشغّلي الفرن بتاعِك طبعًا قبل ما تشتغلي في الإسبونج. تشغّلي النار على أعلى حاجة عندِك في الفرن عشان الإسبونج بتاعِك يطلع معاكِ على طول، ما يفضلش فترة طويلة في الفرن فينشف معاكِ، فتيجي تقطّعيه تلاقيه ناشف زيادة عن اللزوم. خلاص. طيب أنا عايزة قطعة الجاتوه تكون أعلى مثلًا، أو الإسبونج يكون أعلى بشوية، ممكن تزوّدي الإسبونج بتاعِك من 600 جرام ل650 جرام. بس أنا باعمل بالمقادير على طول دي ماشية بيها: 6 بيضات على 600 جرام من الإسبونج. عشان أنا ماشية مثلًا على البيضة على 100 جرام من الإسبونج. خلاص. باستخدم طبعًا إسبونج دريم، باستخدم كريمة هايبر المتحدة، باستخدم محسن جل بونو. عشان طبعًا كل الأسئلة دي كلها باتسأل عليها. خلاص. فأنا باحب إن أنا أجاوبكم في الفيديو بحيث إن المعلومة توصل لكم أسرع. تمام كده. بعد طبعًا ما الإسبونج طلع معايا، على فكرة الحلة
والصاج التاني ده كان تحتهم اسبونشات، كان شغل تاني. فأنا بصراحة مش باحب إن أنا أعمل لكم الشغل كله مع بعضه، بحيث إن انتوا بصوا متوهوش مني. خلاص كده ابتديت دلوقتي إن أنا بس أشيل الطبقة كده اللي واخدة لون. طبعا انتوا عارفين إن أنا مش باحب أي اسبونشات يكون فيها أي لون خالص، باحب إن أنا أشيل كل الاسبونج اللي يكون واخد لون. ده هو مش واخد لون قوي، بس أنا بصراحة باحب أشيله، يعني باحب أقشره كده بالترنش بتاعي. هو مش بياخد طبقة كيك ولا حاجة، ده حاجة بسيطة خالص. خلاص أنا كنت طبعا عاملة الاسبونج بتاعي نص فانيليا ونص شوكولاتة. أنا باجيب شكارة الاسبونج بتاعتي فانيليا، وأما أحب طبعا أقلبه شوكولاتة وبحط معلقة كاكاو ألبان خام. خلاص كده ضربت كوباية ونص من الكريمة. أنا كنت في الصيف بعمل دسة الجاتوه الكبيرة دي كوباية ونص من الكريمة. حاليا دلوقتي بتاخد مني كوباية وربع من الكريمة. بحط كوباية المية عليها كوباية وربع من المية المتلجة. خلاص عليهم نص كوباية من السكر، حسب طبعا الرغبة، يعني السكر حسب الرغبة. في ناس يقولك مثلا احنا مش بنحب السكر كتير، خلاص فبتقللي السكر بتاعك. في ناس بيقولوا الكريمة بلاش تكتري كريمة في التورتة في الحشوات. خلاص كده فتبقي طبعا ماشية حسب ما العميل محتاج. هبدأ دلوقتي اني احط قسمت الكريمة نصين، حطيت نصها طبعا على الجزء الاولاني، والجزء التاني حطيته على الكريمة. ابتديت دلوقتي اجيب بس ورقة حواوشي كده من اللي انا كنت شايلاها من الاسبونج، واضغط كده بحيث ان هي مثلا الجوانب تكون بصوا وش الجاتوه او سطح الجاتوه يكون متساوي، مفيش حتة عالية ومفيش حتة واطية. بضغط ضغطة بسيطة، مش ان انا اكبس الاسبونج في بعضه، لا، بضغط ضغطة بسيطة عشان بس ايه السطح يكون متساوي معايا. هبدأ دلوقتي ان انا افرد بقية الكريمة على سطح الجاتوه بتاعي. وطبعا بجيب سكرابر امشي على سطح الجاتوه، بحيث ان انا لو في حتة محتاجة كريمة بزودها كريمة عادي، يعني مفيش مشكلة. ايوه كده زي ما انت شايف. خلاص خدها بقى كده احطها في الفريزر يعني ساعة، نص ساعة. طبعا الجو اليومين دولت بقى كويس، يعني انت ممكن تعملي الاسبونج وتضربي الكريمة وتجلسي الجاتو بتاعك وتشتغلي دايركت ورا بعضه، لان الجو ما شاء الله بقى كويس. لكن في الصيف طبعا بيحتاج ان انت تحطي في الفريزر اكبر وقت ممكن يعني. كان عندي كنت عاملة جناش من الشوكولاتة. هعمل طبعا النص كده الجاتوه، واعمل جناش من الشوكولاتة. طبعا عشان كان الجاتوه قعد شوية في الفريزر، فالجناش هيمسك على طول في الكريمة او على الجاتوه يعني. خلاص افرد بقى بسباتيولا كده لغاية ما اخلي الجزء كله واخد جناش، يعني مش هسيب حتة مثلا فيها جناش وحتة لأ. اجيب بس السكرابر كده وامشي عليها بحيث ان ايه تبقى يعني ناعمة معايا. هبدأ بقى ان انا الجزء التاني هبدأ عايزة ان انا اعمل دسة الجاتوه تكون فيها أطعم كتير، مش مثلا طعمين بس، لا أنا عايزة أعمل شغل المحلات. اللي مثلا ايه، طبعا لما أكون داخلة محل عايزة أجيب جاتوه، أجيب مثلا قطعة سويسرول، أجيب قطعة بالشوكولاتة، أجيب قطعة مثلا بالمانجا، أجيب قطعة كراميل، أجيب قطعة مثلا فانيليا كده. فلازم طبعا تكون دستة الجاتوه تكون مشكلة. خلاص ارتفع طبعا الاسبونج ما شاء الله اللهم بارك يعني. بعمل قطعة 4 في 12، وممكن كمان تعدي 12 سنتي. خلاص كده القطعة ما شاء الله تبقى حلوة. أنا بعمل طبقتين، طبعا المحلات بيعملوا 3 طبقات بس قطعة المحلات بارتفاع القطعة بتاعتي، اللي هي ال3 طبقات بارتفاع القطعة اللي هي الطبقتين. تمام. بس طبعا ما بتبقاش بنفس الحجم بتاع القطعة بتاعتي. خلاص فبتبقى القطعة ما شاء الله يعني حاجة كده قيمة، حاجة حلوة يعني تملي العين كده، يعني تحطها في الطبق تكون ما شاء الله يعني مزينة نفسها كده. ابتديت طبعا اجيب زبدة لوتس بقلبها بس كده تقليبة بسيطة، وامشي كده على الجزء اللي بالشوكولاتة. هبدأ بقى ان انا اجيب الترانش بتاعي
و أغسل الطرنش بتاعي بين كل تقطيعة وتقطيعة وأروح على النار، أو مثلًا لو انتي عندك حاجة كبيرة تحطي فيها مية سخنة بتغلي وتحطي الطرنش بتاعك فيها، لازم وانتي بتقطعي الجاتوه بتاعك يكون الطرنش بتاعك سخن بحيث ان هو ينزل على القطعة كده تكون متساوية، يعني انت لو نزلت بالطرنش بتاعك مبلول مية هتلاقي الكيك بتاعك فرول والقطعة مبقتش مظبوطة، تلاقي القطعة مايلة، لكن لو الطرنش بتاعك سخن تيجي تبص تلاقي القطعة ما شاء الله اللهم بارك يعني مرسومة، لا تلاقوا بقى جناش واقع على الجنب ولا جلوهات ولا الكلام ده، خلاص تبقى القطعة ما شاء الله اللهم بارك يعني. الكرتونة اللي أنا باحط فيها الجاتوه باحط في كرتونة 30 في 30 سواء دستة من اللي هي المتوسطة أو الدستة الكبيرة دي، خلاص، عشان طبعا في ناس كتير بيسألوني وبيقولولي بيقولولنا على مقاسات الكراتين اللي انت بتحطي فيها، والدستة دي بطلعها ب250 جنيه. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، أترككم بقى في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.